السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ربي دايما تكونوا بخير. روتين النهاردة مختلف شوية. بديته باني بغسل سناني كالعادة الصبح، بغسل وشي بعد كده وبتوضى. يا ريت لو روتين النهاردة عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير، ويا رب يعجبكم. انا خلصت خلاص غسيل سناني واتوضيت. هبتدي بقى وانا واقفة ومخرجش من الحمام غير اما اعمل كده، هغسل الحوض بتاعي والحمام كمان بالمرة. دي حاجة هتسهل عليكي انك ما تشغليش هم آم، ان انتي تعملي الحمام، لانك خلاص وانتي بتغسلي اسنانك ووشك وكده وتتوضي عملتيه على طول، فخلاص خلص عليكي هم كده. غسيل الحمام لازم يتغسل كل يوم. بغسله ديت ليفة انا عاملاها مخصوص للحمام بس، للحوض بتاع الحمام بس، جايباها وبغسلها كويس. وبعد كده ابتدي اشطف بقى الحوض. قبل برضو ما اخرج من الحمام ابتدي بقى احط الكريم. كنت طبعا اتوضيت علشان يعني ما كنش هتعرض لمية دلوقتي خالص. احط بقى المخمرية بتاعتي على وشي كده وعلى ايدي، يعني انعش نفسي شوية. ابتدي بقى اهوي البيت، اني بحب قوي النور بتاع ربنا كده يدخل البيت بتاعي، والهوا كده الطاقة السلبية تخرج، والهواء الجميل ده يدخل كده الشقة ويتجدد كده ريح الشقة. وبرضو في الأوض أفتح برضو الشباك، وبرضو علشان تتجدد كده هواء الأوضة وما تبقاش مكمكمة كده ولا مكتومة. أنا عندي المبخرة ديت بحب قوي ريحة البخور، بتجدد فعلا ريحة الشقة، بتخليها ليها ريحة مميزة قوي عن ما اني ارش معطر او حاجة. هي مبخرة بالكهرباء، بحط البخور وبشغلها. عندي غسيل هنشره، غسالة كنت مشغلاها بالليل، والصبح قلت انشر الغسيل لاني ما بحبش انشر بالليل. وبعد كده هخش على المطبخ اشوف عندي ايه النهاردة. العلبة ديت كانت فيها بسكوت، خلصت فقلت عايزة الورق بتاعها هعمل بيه فكرة حلوة قوي في المطبخ. من المتابعين بتوعي قالوا لي استغل الأرفف بتاعة المطبخ اللي فوق، بدل ما هي محطوط فيها حاجات أنا مش بستخدمها وفي نفس الوقت واخدة مساحة، وفي حاجات عندي مكركبة تحت. فقلت هعمل الفكرة دي. خدت زي ما انتوا شفتوا كده الكرتون، قطعته علشان يبقى زي ما انتوا شايفين كده اللي هو الأجزاء السليمة منه ديت، وهحطها كده وابتدي أحط عليها الفناجيل، بحيث ان انا افضي مكانها وينفع ان انا احطهم فوق بعض، فلازم يبقى فيه حاجة مستوية يتحطوا فوقيها. اهوت بدأت حطيت رف تاني من الكرتون، وببتدي افضي الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده فضي عندي ازاي. واشوف اي حاجة بقى انا حطها تحت مكركبة عندي على الترابيزة او على الرخامة او في اي حتة ايدي مثلا ما بتستخدمهاش كتير، فقلت هحطها في الرف ده. اهو فضيت عندي جزء مش بطال. وفوق برضو هعمل كده عند الكوبايات دي، انا ما بستخدمهاش برضو غير كل فين وفين زي ما انتوا شايفين كده. فكرة برضو جاتلي وقلت بدل ما ارمي الكرتونة ديت استغل الكرتون واقطعه زي ما شفتوا. بصوا اهوت انا فضيت المساحة وعملت، وبقى عندي كمان مساحة تانية عشان لو حبيت ان انا احط حاجة تانية موجودة عندي مش محتاجاها، ومكركبة عندي الدنيا. ابتدي اهوت ان انا احط كوبايات برضو فوق بعضيها. حطيت الكرتونة وكده بقى ينفع ان هم ينحطوا فوق بعض بدل ما ينحطوا جنب بعض وياخدوا مساحة من على الرف. وعامة انا الرف ده او الضرفتين دول انا ما بفتحهمش غير كل فين وفين لو احتجت كوباية او حاجة،
فكده كده مش باينين قوي، فالمنظر العام مش هيبقى مقصر. وانا كنت قلت لكم قبل كده يا ريت اي حد بيجهز او بيشتري مطبخ او هيجدد في مطبخه ما يشتريش المطبخ فيه ازاز، يستحسن علشان تبقى الحاجة مقفولة ما تبقاش باين فيها ايه. وعشان الازاز زي ما انتوا عارفين عايز تلميع باستمرار، والبخار والحاجات دي بتاعت المطبخ فباستمرار لازم ايدك تبقى فيها. كان عندي شوية مواعين زي ما انتوا شايفين كده، حاجات بسيطة خالص، فقلت ايه اعملهم، واعمل الحوض كده بالصفاية اغسلها، واهيت ايه حاجات بسيطة كده ايه وانا واقفة من الروتين بتاعي اللي انا بعمله تقريبا كل يوم. خلصتهم اهوت، ما قلت ما طولش عليكم الفيديو بيهم، وابتدي بقى اغسل طبعا الحوض والحنفية كده، والرخامة دي اشوف برضو امسحها واشوف عليها ايه الاطباق اللي هي تحت زيت الزيتون والعسل النحل والعسل الاسود. زي ما انتم شايفين اكيد في حاجة بتقع عليهم، انا بحطهم تحتيهم علشان ما يقعش حاجة على الرخام. وفعلا اهيت يعني لو كنت خدتوا بالكم فعلا الحاجات اللي تحتيها فعلا معمول منازل عليها عسل، وبرضو الطبق اللي تحت زيت الزيتون يعني ايه عايز يتنضف. فقلت ايه انضفهم كده، انضف الرخامة وابتدي بقى ايه انضف الايه الاطباق ديت، وامسح كده البرطمانات بتاعة العسل والازازة بتاعة زيت الزيتون، عشان لو كان في اي حاجة ملزقة او حاجة ما يبقاش. انا بمسح اهوت الميكر بتاعت الزبادي بتاعتي، ومسحت كده خلاص الرخامة، وابتدي بقى اغسل اهوت البرطمان عشان لو في اي حاجة واقعة تبقى تتشال كده علشان يفضل نظيف. اهم حاجة ايديكي تبقى في المطبخ عشان يبقى باستمرار نظيف، ما تسيبوهوش لحد ما يبقى مكركب او يبقى مش نظيف عشان تنضفيه. حاولي تحافظي على النظافة اللي انت بتعمليها عشان ما تجهديش نفسك وقت ما تيجي تنضفيه بعمق. هيبقى الموضوع بسيط خالص ومش هتحتاج اي جهد منك. ما بنعملش حاجات يوميا، بنسيبها كده لكل فترة، بس على الاقل لما نيجي نعملها مش هتاخد مننا جهد، لان اوريدي المطبخ بيبقى نظيف. خلاص انا كده خلصت وكل حاجة راحت مكانها وغسلتها. هوت البرطمان الاخراني هوت بغسله، وده زي ما انا قلت لكم قبل كده غطيان العلب اللبن بتاعت ابني، قلت استفاد بيها واحطها تحت الحاجات دي، اهي صغيرة مش هتاخد مساحة مكان. خلاص كده انا خلصت، الحوض بتاعي نظيف. الفوطة بقى اللي انا بستخدمها على طول في المطبخ دي لازم يوميا اغسلها كده بايدي، وبرضو حتى لو انا هغسلها في الغسالة لازم اغسلها كده برضو بالصابون. ابتدي بقى اعمل الغدا بتاعي. كان غدا النهاردة خفيف كده، حاجة كده يعني بسيطة، بانيه ومكرونة. انا كنت عملت المكرونة صلصة المكرونة وجهزتها، وهبتدي بقى اعمل البانيه بالبيض والبقسماط. ده البيض عليه طبعا فلفل وملح، وده بقسم مش بقسماط. ده كان عندي كورن فليكس، الاولاد ما كانوش عايزين ياكلوه عشان مش شوكولاتة، فقمت عاملاه طحنته استخدمته في اني انا اغلف بيه بدل البقسماط، وحطيت عليه معلقة نشا وحبة بهارات كده. بس ما بحطش ملح تاني، كفاية الملح اللي في تتبيلة البانيه. وهبتدي بقى ايه اعمل البانيه بالبيض والبقسماط او بالبيض والكورن فليكس. بيبقى حلو قوي ومقرمش، خاصة لما تيجي تطحنيه ما يبقاش ناعم، طحنيه يبقى خشن كده، بيدي طبقة مقرمشة وحلوة قوي للبانيه. جربيها. وما نرميش اي حاجة، كل حاجة بيبقى ليها يعني الطريقة تانية في الاستخدام غير ان ممكن تيجي علشانها، فما نحاولش ان احنا نرمي اي حاجة ونستغلها، ولانها نعمة ربنا. انا بعمل زي ما انتم شايفين كده، وهعمل الكمية طبعا وهرجع لكم تاني.
لازم ان انا اتك عليها قوي كده علشان احس ان الكورن فليكس او البقسماط دخل فيها كده وما يقعش منها. وطبعا لضمان انها تبقى كويسة لازم تدخل شوية في التلاجة. انا كده خلاص خلصت الكمية اللي انا عايزاها، هدخلها في التلاجة لحد ما باجي اقلي بقى. بحاول بقى اعمل اي حاجة وانا واقفة كده لحد ما الاولاد يرجعوا من المدرسة. اهوت بمسح كده الميكرويف من فوق اهوت، من مطرح مثلا ايدي بفتحه بقفله، الزراير وانا بشغلها ممكن يبقى في عليها حاجة. الفوطة بتاعتي ديت المغسولة الحلوة ممكن احط عليها نقطة صابون واقعد امسح كده، وبعد كده امسح تاني بعد ما اغسلها وهي مبلولة كده علشان لو في اي صابون اي حاجة تتشال معايا. ابتدي بقى اعمله برضو من جوه لو محتاج. والبايركس، الطبق البايركس ده برضو اغسله، بس انا كنت لسه غسلاه قريب فيا دوبك بس هعمله كده همسحه لو عليه رد او حاجة. انا الميكرويف ده ما بستخدموش غير لو انا مستعجلة على عيش اللي في الفريزر عايزة مثلا اسخنه او افكه يعني اسرع، او كنت اسخن اي اكل فما بطبخش فيه او ما بعملش فيه اي اكل. هو الميكرويف ان انا اسخن او حاجة. وعشان دايما تبقى ريحته حلوة بحط فيه كده نقطة خل واشغله، بيطلع اي ريحة وحشة كانت فيه. جربيها برضو التكة دي هتعجبك وهتفرق معاك ان شاء الله. مجرد ان انا شغله شوية بس بالخل اللي انا حطيته على الطبق، هتفتحي هتلاقي بخار كده طالع منها وريحة تجنن، ريحة الخل. ومش هتلاقي اي ريحة ليه وحشة لو اي حاجة كنتي سخنتيها فيه خليته ريحته وحشة. ممكن كمان ليمون، عصير ليمون يعني، كله يمشي يعني. الطريقة دي حلوة هتجربيها هتعجبك بإذن الله وهتفرق معاكي. انا بحاول بقى وهو شغال كده امسح الستاند بتاعي في اي حاجة عايزة امسحها. الستاند ده حلو الصراحة، وفر لي برضو مساحة مش بطالة. ولسه عايزة اجرب كده الميكرويف احطه في الدور التاني كده للستاند، ولسه الصراحة مش عارفة هيبقى ايه النظام. اهو بصوا البخار بقى طالع كده ريحة الخل فكانت جميلة كده. خلاص انا تمام كده الميكرويف. انتقل بقى لحاجة تانية. هقلي بقى البانيه علشان احضره لاكل اولادي جعانين، وانا كنت محضرة المكرونة خلاص. هقلي البانيه علشان يبقى الاكل سخن كده. طبعا بعد ما دخلته التلاجة شوية خلاص هو كده مش هيفك مني ولا هينزل البقسماط ولا اي حاجة، مادام حطيتيه في التلاجة او في الفريزر مدة كويسة. خلاص كده بصوا عمل طبقة مقرمشة وحلوة ازاي زي بتاعت بره، جميل. بس حاولي انك ما تنشفيهوش وانت بتقليه، هيطلع حلو قوي. خلاص اتغدينا. هبتدي بقى عندي شغلانة تانية. عندي الخشبتين دول وعندي الستيكر ده انا جايباه، هغلفه للخشب ده علشان لو انا سبت الخشب ده كده هيعورني، فقلت اجيب ستيكر واغلفه بيه. الخشبتين دول انا هحتاجهم في هعمل بيهم رفين، واعتقد ان انا نزلت الفيديو بتاع الرفين دول قبل الروتين ده بيوم، لاني حضرته قبل ما احضر الروتين، فاكيد انتوا عرفتوا ان دول بتوع ايه. دول بتوع الستاند اللي انا عملته تحت الحوض عشان احط عليه الازايز. هتشوفوه في الفيديو بإذن الله، أنا نزلته امبارح. خلاص كده أنا غلفت الخشبتين تمام كده، مش هيعوروني، مش هيبقى شكلهم وحش كده. أنا خليتهم شكلهم حلو قوي وما تعبتش نفسي وما خدوش وقت. خلاص بقى أنا كده قلت ارتاح شوية أعمل لي كوباية شاي. وأنا بقى بعمل كوباية الشاي كده وبشربها، كان اليوم ده كان عيد الأم أو يوم الأم، فكانت أولادي جايبين بنتي الكبيرة جابت لي هدية وبنتي الصغيرة جابت لي هدية كارت كده حلوة قوي من المدرسة اديته لها المدرسة علشان تديها لي. كانت جميلة قوي
وعجبتني خالص، وحطيتها قدامي كده زي ما انتوا شايفين في المطبخ. هي ديت اللي هي فيها القلب، وديت بتاعت بنتي الصغيرة اللي اديتها لها الميس عشان تديها لي. حلوة قوي. وده الكارت اللي مع الحاجة اللي هوريها لكم اللي بنتي جابتها لي برضو. جابت لي هديتين حلوين قوي، فقلت احط الكارت مع الكارت التاني ده واحطهم قدامي كده ايه في المطبخ. كنت سعيدة بيهم قوي قوي قوي. هكمل كوباية الشاي واوريكم هدية بنتي. بصوا جابت لي ايه. الشنطة دي على فكرة شارياها برضو. قلت لها ليه تشتريها، كنت تجيبي بشنطة المحل، ما رضيتش. قالت لي لا يا ماما، كنت عايزة اجيبها لك في شنطة في شنطة كده، في شنطة هدايا. جابت لي شنطة خروج. حتى قلت لها انت ليه جبتها لي شنطة كبيرة كده؟ قالت لي عشان تحط فيها حاجات اخويا حاجات البيبي، وانتوا عارفين طبعا اي حد عنده بيبي بيبقى لازم بيبقى شايل شنطة كبيرة. جميلة قوي قوي، عجبتني. وجابت لي كمان علبة بارفان حلوة قوي قوي وريحتها تجنن. عجبتني قوي الحاجة، والصراحة انا ما كنتش متخيلة انها ممكن تروح وتجيب لي وتشتري الصراحة انا فوجئت بيها داخلة عليا بالحاجة. بس راحت هي واصحابها واشترتها لي. جمال قوي قوي قوي. الشنطة بقى فيها كمان الظرف اللي كان فيها الكارت اللي انا قلت لكم عليه. هجيبها لكم اهوت. حلوة قوي، حطالي عليه ستيكر وكاتبالي I love you very much وهابي ماذرز داي. طبعا عملت لهم حاجة حلوة بقى بالمناسبة الحلوة ديت. عملت لهم دوناتس، كانوا طالبين مني الدوناتس ده بقاله فترة الصراحة. عجنت على طول العجينة كده وقمت عاملاها زي ما انتوا شايفين وحطيتها في الفرن. وعملت صوص كده الشوكولات البيضة، هم بيحبوه، وكلوا بالهنا والشفا وعجبتهم جدا. يا رب روتيني يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. باي باي.